فضاءات ترفيهية بالإضافة إلى منتزه إيكولوجي هي مشاريع تندرج في إطار مشروع التأهيل الحضري للجامعة الترابية العيون سيدي ملوك بإقليم توريرت. فضاءات صممت بمميزات خاصة لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والزوار. أحمد العلوي ورشيد العتابي. منتزه ترفيهي بالجامعة الترابية العيون سيدي ملوك بإقليم توريد يتم افتتاحه لتستفيد من فضاءاته ساكنة المنطقة. فضاءات تضم متحفا وملاعب للقرب وأخرى ترفيهية لفائدة الأطفال. صراحة هاد الحديقة داروها زينة وباش يلعبوا حتى الوليدات الصغار وتلاقينا مع الإخوة تلعب معاهم. صراحة زينة وخصنا نحافظوا عليها. بالنسبه للساكنه كانت عندنا مشاكل في هذه الفضاءات، قله الفضاءات بمدينه العيون. هذا الفضاء غادي يتيح لهم بانهم يرفعوا على نفسهم. بالنسبه للمشروع الثاني اللي التكلفه ديالو 9 مليون درهم، هو عباره عن ساحه عموميه مساحه ديالها تقريبا ان هكتار، اللي هي غادي تتيح للساكنه باش ترفع على نفسها. ساحة المسيرة الخضراء هي الأخرى تم تدشينها بعد تهيئتها وتأهيلها، عملية تندرج في إطار تحسين وتجويد المشهد الحضري للجامعة الترابية لعيون سيدي ملوك لتستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة. داروا هذا المتنفس هذا، يعني ساكنه ديال العيون كامله فرحانه به، والوليدات الصغار والكبار. الحمد لله على هذه الالتفاته. نتمنى تكون مشاريع اخرى بحال هكا. غادي يكون ان شاء الله افتتاح في خلال الشهور القادمه الساحه ديال القصبه. ايضا غادي يتم دائما في اطار هذا البرنامج ديال التاهيل الحضري، غادي يتم تاهيل ديال الشوارع الرئيسيه. اذا واحد المجموعه ان شاء الله ديال المشاريع اللي ايضا غادي تكون مشاريع من شأنها تعزيز البنية التحتية والتأهيل الحضري لهذه الجامعة الترابية، مما ينعكس إيجابا على جودة عيش ساكنتها ويؤثر على الجانب السوسيو اقتصادي عبر جعلها نقطة جذب للزوار، وبالتالي خلق فرص شغل جديدة لشبابها.